للسادة الأفاضل، حابب أتكلم عن جزئية معينة، هي تيمة الضحك اللي في الفيلم، اللي هي معتمدة على حاجة واحدة بس. فما تنساش تعمل سبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الحلقة. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ فيلم السادة الأفاضل إجمالا ممكن يعتبر من الأفلام الكويسة، ولكن في ملاحظات كتير عليه. في ناس كتيرة تناولوا الحاجات الفنية اللي فيه من ناحية القصة ومن ناحية الإخراج ومن ناحية الأبطال وكل الكلام ده، ولكن هو انتشر أكتر مؤخرا لما نزل على النت بسبب الريلز اللي كانت بتاخد أجزاء من الفيلم وكان فيها شوية ضحك يعني على اللهجة وكده، ولكن محتوى الفيلم نفسه والقصة الأساسية ما كانتش متتناول في الريلز دي. يعني باختصار، كان في أجزاء اللي كان فيها أبطال بيتكلموا بطريقة معينة أو كان فيها حاجات بتضحك بشكل معين، هي الحاجات اللي ساهمت شوية إن الناس تنتبه للفيلم لما نزل على النت وعلى منصات العرض الخاصة. فنيجي بقى نتكلم بالنسبة لقصة الفيلم الإجمالية. حبيت إن أنا معلقش عليه قوي، ولكن أنا لما جيت تابعت شوية لقاءات مع أبطال الفيلم كان في سؤال بيراودني. القصة اللي عاملينها هي واضح إن هي قصة في الأرياف، ولكن القصة دي فين بالظبط؟ لقيت أحد أبطال الفيلم بيحدد إن المنطقة دي منطقة الفيوم، وكان في الفيلم ما تقدرش تستنتج المنطقة دي فين بالظبط، وإن كنت أنا تصورت إن هي في منطقة أكتر تعمق في الريف نفسه. ولكن برضو مش عايز إن أنا أقعد أتكلم في النقط دي وأغفل بقى الجزء الأساسي اللي أنا بتكلم عليه، اللي هو سبب انتشار الفيلم، موضوع الريلز اللي كانت بتنتشر. والفيلم نفسه كان مضحك من ناحية إيه؟ كان مضحك من ناحية الطريقة والتعامل والمواقف اللي كانوا بيعملوها الفلاحين مع بعض. الناس اللي عاشوا فترة طويلة مع فلاحين، مش فكرة ان هو مر عليهم وقت او كانت حتى عيلته من الفلاحين بيروح يزورهم كل فترة والتانية، لا، الناس اللي عاشوا وسطهم يعني كانوا بيباتوا وبيتعاملوا معاهم، وده كان المقر اللي هم بيعيشوا فيه. عارفين ان في حاجات كتيرة قوي من اللي وردت في الفيلم هي حاجات صحيحة، وتحديدا موضوع المكايدة، موضوع الكلام، موضوع الكلام اللي من تحت لتحت، موضوع التريقة، موضوع الشخصيات، موضوع مين اللي كلمته تمشي، موضوع التبرير، موضوع التسخيف من بعض الحاجات، كل الكلام ده. أما بالنسبة لموضوع الجريمة والنصب وكل الكلام ده، فالكلام ده لا يعيب أي منطقة متواجد فيها بشيء، لأن هو موجود في كل المناطق وبره مصر كمان، فما هياش حكر على لا فلاحين ولا على القاهرة ولا بندر ولا صعيدة ولا أي حاجة. فما كانتش هي دي النقطة زي ما بقول لكم، هي كانت التريقة على صيغة أو طريقة أو كلام أو أفعال أو مواقف الفلاحين ما بينهم وبين بعض وما بينهم وبين أي حد غريب عليهم. وانا بتفرج على الفيلم انتابني سؤال، اللي هو يعني هل الفيلم ده واجه عاصفة انتقادات مثلا الفلاحين؟ يعني مثلا حد من المسؤول الحديث عن الفلاحين او شخصية مثلا من نواب من اللي هم جايين من الاقاليم او الفلاحين معلقش على الفيلم ده ليه؟ دي كانت اغرب حاجة بالنسبة لي، لان انا مثلا عاصرت فيلم زي ابو العربي. الفيلم ده قلب الدنيا وبورسعيد قلبت عليه، وكان في مهاجمة كبيرة لهاني رمزي كانت يعني ممكن توصل لاعتداء عليه شخصيا، وطالبوا بمنع الفيلم لما اتعرض في السينما. على عكس الفيلم ده اتعرض في السينما وبعدين بيتعرض دلوقتي على المنصات وبقى موجود متاح للناس كلها، ومفيش اعتراضات من فئة اللي هي متشبه بيها الفيلم، اللي هم فلاحين تحديدا. وده السؤال اللي قعد في بالي كتير طول ما انا عمال اتفرج على الفيلم، وابتديت افهم القصه داخله لفين، وابتديت افهم ان تيمه الضحك قايمه على الكلام ده، ومواقفهم اللي هي حتى ما فيهاش ضحك، اللي هم المقالب او الحاجات اللي هي زي ما بنسميها المواقف اللي من تحت لتحت اللي عملوها في بعض وكل الكلام ده. فيرجع السؤال، هو ليه محدش من الفلاحين حتى اظهر على الفيسبوك مقال مثلا بيعترض فيه على الفيلم ان احنا مش كده؟ الإجابة هي بقى ذكاء الفيلم نفسه، إن الفيلم بيوضح لك إن الفلاحين عندهم كهن الفلاحين، وأحد مظاهر كهن الفلاحين إن هم ما يبرزوش إن هم متضايقين من الفيلم اللي بيتكلم عن كهن الفلاحين. طبعا الكلام ده يبان إن هو معقد شوية، يعني إيه هو معترض ولكن ما يبينش. الكلام ده زي ما قلت لكم مش هيفهمه حد غير اللي اتعاصر معاهم. يعني أنت
لو عشت معاهم فترة هتعرف ان اللي مضايقهم بيحاولوا ان هما ما يبينهوش عشان ما يبانش هما متضايقين من ايه، او علشان الموضوع ما يتبرس اكتر. فالموضوع يا فيلم مثلا وعدى وخلاص، يا اما كان هيبقى بقى موضوع التريقة وان احنا مش كده والكلام ده كله، فده يبدأ يكبر الموضوع ويخلي الناس تنتبه اكتر لافعالهم، اللي هم يعني زي ما بنقول كده اللي على راسه بطحة وجات على الجرح زي ما بنقول. وده اللي بيفسر لي ان في ناس كتيرة قوي من اللي موجودين على السوشيال ميديا اللي هم برضو في الاقاليم والفلاحين تحديدا، الفلاحين دي مش شتيمة، هي وصف، بيحاولوا يبرزوا جمال المكان اللي عندهم والتريقة كمان. لما الناس تقول لهم انتوا عايشين في فلاحين او كده، يبتدوا يتكوا اكتر على الموضوع ده عشان يبينوا ان الموضوع ده مش مضايقهم. ولكن في الواقع هو ده نوع من انواع الدفاع السلبي، اللي هو بدل ما يبتدي يدافع عن نفسه واحنا عندنا واحنا مش عارف ايه، لا يبين لك ان ده انتوا ما عندكمش الحاجات دي، يعني حاولوا ان انتوا توصلوا لينا عشان تبقوا تتكلموا عن الحاجات دي بطريقة. وده يعني ابرز حاجة كانت في الفيلم، اللي هو فعلا من غير ما انت توضحها او من غير ما انت تبرزها، فالواقع ابتدى يبرزها بالشكل ده. في النهاية الصفات اللي بيتميز بيها مجموعة من الناس زي الفلاحين زي الصعايدة زي حتى بتوع البندر، كل الحاجات دي صفات عادية بتنبع من مجتمع انت عايش فيه وانت واحد من الجماعة. واحنا اتكلمنا عن المواضيع دي في فيديوهات اكتر تعمق من ان احنا نقولها حاليا، فده لا يعيب حد بشيء، ولكن هي صفات بيتميز بيها مجموعة من الناس. ولذلك اتمنى ان انت لما تيجي تتفرج على الفيلم تاني تبقى حاطط الحاجات دي في اعتبارك. ولو اي حد عنده تعليق يا ريت يقوله لنا في التعليقات عشان نتناقش فيها. وفي نفس الوقت لو الحلقة عجبتك متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي. في نفس الوقت تعملها سبسكرايب، تابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.